هقولك احنا عندنا ملفات في عقلنا اللاواعي. اول ملف بيتفتح اسمه ملف الرفض. بيجي امتى ملف الرفض ده يتفتح؟ لما الام بتحمل وتبدا تحس بغثيان وقرف، وتبقى حاسه ان في حاجه في جسمها مش طبيعيه ومش عارفه تتعامل معاها. في اللحظه دي الطفل بيحس بالرفض. الشعور ده بيوصل له وهو بيبي؟ وهو يعني في الرحم لسه نطفه بيحس هو لسه في الرحم. فهو بيحصل ايه بقى؟ في عقله اللاواعي بيتفتح ملف اسمه الرفض، لكن الملف ده فاضي. هل الملف ده كده عمل له صدمه؟ لا طبعا، لان دي طبيعه بتحصل لنا كلنا. الحمد لله يا رب ان مش ده سبب الصدمه، بس المشكله ان الملف اتفتح. عارفه انت لما تجيبي شقه وتفتحيها او اوضه وتفتحيها، فخلاص بقى في ملف هو عارفه اسمه الرفض. يجي يتولد الطفل ده، فتيجي مثلا بنت ومامتها كانت عايزه ولد، فمامتها تبدا تصدر لها احساس بالرفض برضو. او طلع شعره اكرت وهي كانت مامته عايزاه شعره اصفر ناعم وطويل، طلعت عينيه سودا وكان نفسها يبقى ابنها عينه خضراء وابيضاني. كل لحظه انا ببعت فيها لابني شعور بالرفض، ان انا رافضه سلوكك او شكلك او نوعك، بيتكون عنده في عقله اللاواعي، فبيأكد صدمه الرفض عنده. ولما بتتكرر الصدمات دي كتير، الشخص ده بنسميه في العلاقات او في التعلق شخص متجنب.